مساء الخير. خلينا كده ننزل النهارده، هناخدكم معانا جولة ان احنا نشوف العاصمة ونشوف الابديتس الأخيرة فيها ونتكلم على التفاصيل. زي ما انتم شايفين كده البوابة. طبعا البوابات احنا بنتكلم ان العاصمة ليها 16 بوابة. دي من اوائل البوابات اللي اتعملت، وطبعا زي ما انتم شايفين معمولة شوية على الطراز الإسلامي وبشكل كده حضاري جدا وشكل متميز بصراحة. يمكن الحاجات دي أول مرة نشوفها في مصر يعني. طبعا الطريق احنا بنتكلم فيه بنزين على اليمين قبلتنا، وفي مشروع بيراميدز دلوقتي على اليمين، ده اللي هو كان اسمه بيراميدز ميجا مول. وبعد كده بنكمل احنا كده بن زايد الجنوبي. طبعا الأجزاء اللي على اليمين دي المفترض في عمارات عن بعد كده هتشوفوها، اللي هي حي جاردن سيتي وحي الار 4. وكمان الواجهة اللي على الطريق هتبقى المفترض ان هي ابراج برضو، يعني في هتبقى طول ما انت ماشي زي فكرة دبي كده، ان انت هتلاقي ابراج على يمينك وعلى شمالك. طبعا على الشمال في عندنا النهر الاخضر، برضو يمكن مش واضح قوي في الفيديو، ولكن هو باختصار ان هو فكرة ان هو جزء فيه خضار كتير، في فاسيلتيز، في بحيرات، في كل الحاجات اللي ممكن تبقى بتخدم المدينة من حيث الاحتفالات او الخروجات او كده. طبعا اللي على شمالنا ده بدأت تظهر معانا برضو منطقة الابراج او منطقة السي بي دي الاعمال المركزية، واحنا لسه مكملين على بن زايد الجنوبي. لو لاحظنا هنلاقي ان التشجير في المنطقة بقى كويس جدا، يعني طول ما احنا ماشيين في تشجير او في خضار وشجر على اليمين وعلى الشمال. برضو الجزء اللي احنا داخلين عليه ده على شمالنا الجامعة الألمانية، والجزء اللي احنا طالعين عليه يعتبر ده معدي من تحتينا الدائري الإقليمي اللي بيجيبك من محافظات كتير لجوه العاصمة. معلش أنا مسرع الفيديو شوية، ولكن علشان وقت الفيديو بس ما يطولش عليكم قوي. تاني حاجة اللي على الشمال برضو كومباوند، ده يعتبر في جوه حرم النهر الأخضر. ده كومباوند برضو موجود، وفي الجزء اللي احنا داخلين عليه ال ار تي او القطار الخفيف اللي بيجيبنا من موقف العاشر زمان او محطة عدلي منصور، وفي كنيسة الكاتدرائية برضو كانت قدامنا. بعد كده الوصلة اللي احنا داخلين عليها دي الوصلة اللي هي ما بين بن زايد الجنوبي وبن زايد الشمالي. طبعا القطار ده اشتغل وبيستقبل بالفعل الموظفين بيستعملوه، لان هو بيعدي على العبور وبيعدي على الشروق. طبعا دي منطقة الابراج السياحية او صف الابراج السياحية. حي داون تاون ده عبارة عن الواجهة اللي هي على بن زايد الشمالي. احنا دلوقتي على بن زايد الشمالي، الواجهة بتاعته كلها ابراج بتوصل لارتفاعات ارضي و50 دور. طبعا هنلاقي ان في شركات كتير عملت انشاءات محترمة جدا، وفي كمان بعض التأخيرات، ولكن يعني طبعا احنا عارفين ان لظروف بعض ظروف التعويم وبعض ظروف تأخير التراخيص أدى إلى تأخير المنطقة دي شوية. ولكن احنا شايفين بقالنا فترة ان معظم الشركات بدأت ان هي تجري في الإنشاءات عن الأول بكتير. برضو يعني ممكن أسملكوا الأبراج وإحنا راجعين من الطريق دلوقتي. لكن إحنا دلوقتي داخلين أو ماشيين على شمالنا منطقة الداون تاون، وعلى يمنا مدينة سيليا والنهر الأخضر. تمام. طبعا التاور اللي احنا داخلين عليه برضو على الشمال ده بوديا تاور، شركة منصات. التاور ده برضو كويس جدا، وبنوا المفروض ان هو 25 دور، بنوا دلوقتي حوالي اعتقد 18 دور فوق الارض. اللي على يميننا ده بقى منطقة مسجد مصر، ده تالت اكبر مسجد في العالم، ومن الاماكن المميزة جدا جدا. طبعا احنا شايفين مساحته كبيرة جدا، على مساحة 68 فدان. وبعد كده احنا دلوقتي داخلين على حي الوزارات. حي الوزارات ده فيه كل المباني الحكومية. احنا كنا بنصور يوم سبت فاوريدي اجازة، ولكن كان برضو في حركة ولو حركة ضعيفة. على اليمين في اطول ساري علم في العالم، وفي المبنى بتاع مجلس الشعب وساحة الشعب. طبعا الجزء اللي في وشنا ده المنطقة الرئاسية، وبعد كده احنا لفينا ورجعنا المنطقة تاني بتاعت الوزارات. طبعا الشوارع وكل حاجة خلصانة، وكل حاجة على أعلى مستوى، التشجير والخضار على اليمين وعلى الشمال، يعني حاجة تليق بمصر وتليق بينا. اللي على شمالنا ده مسجد مصر، لو ما شفتوش من الناحية دي ممكن تبص عليه من الناحية التانية. احنا كده راجعين على منطقة الداون تاون، وعلى يميننا
ظهر الابراج تاني، واللي فوق اللي هو المونوريل. طبعا هتلاقي على يمينك بعض الابراج كده بتتبني من الحاجات اللي هي كانت مطروحه بقالها سنه وسنتين وثلاثه. في ابراج كتير موجوده، منهم اللي متقفل واجهه ده 31 نورث، شركه نايل، من الشركات اللي جريت قوي في الانشاءات. وطبعا دي شركه اركا، ومعدي من فوقيهم ال ار تي. احنا كده على منطقه بن زايد الشمالي، كده يعتبر احنا راجعين المنطقه اللي احنا جيناها، ولكن راجعينها من الناحيه التانية، راجعينها من ناحيه بن زايد الشمالي. احنا كنا على بن زايد الجنوبي. تمام. طبعا هيظهر معانا على الشمال منطقة الأعمال المركزية بدأت تظهر معانا، وهتلاقوا كده زي شريط اللي هو المونوريل ده هيجيبك بقى من مدينة نصر، وهيجيبك من التجمع منطقة أكتوبر. وعلى شمالنا طبعا ظهرت أكتر، يمكن أحسن من الناحية التانية، منطقة الأعمال المركزية. دي هتبقى مستهدفة شركات مالتي ناشونال وشركات كبيرة. طبعا اللي على يميننا هي منطقة برضو أبراج في نفس المكان، ولكن هنلاقي بقى كذا مطور عقاري موجود فيها، منهم البروج ومنهم تاج مصر وكذا شركة أمازون. في شركات كتير عاملة إنشاءات كويسة بصراحة. وطول ما انت ماشي على بن زايد الشمالي هتلاقي المونوريل مكمل معاك، لأن هو ده الاتجاه بتاعه اللي جايبك من منطقة التجمع الخامس. دي محطة. وبعد كده احنا مكملين على بن زايد. طبعا التطورات حلوة جدا جدا. المنطقة نقدر نقول ان هي خلاص بقت جاهزة للعيشة، وفي حركة اشغال كويسة، وفي اماكن سكنت زي الار 3. فاقدر اقول لكم ان لا، المكان يعني حقيقة مبهر، ومستقبله جيد جدا جدا. يمكن لسه عشان بس مش اون تراك ان هو الكباستي بتاعت السكان مش كتيرة، ولكن اعتقد ان الفترة اللي جاية هيكون مسمع جامد. دي بقى البوابات بتاعت الخروج او الدخول من زايد الشمالي، وعندك المونوريل قاسم المنطقة. دي كانت جولة سريعة كده جوه العاصمة في الطرق الرئيسية بتاريخ 7 فبراير 2026. ان شاء الله برضو الفترة اللي جاية هنلاقي فيديوهات تانية نازلة لمناطق. لو حابين اي منطقة حابين ان احنا نصورها، ننزل ونقول لكم الابديتس اللي موجودة، اكتبوا لنا في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتم محتاجينها نصورها ليكم. وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم، وننزل كمان فيديوهات تانية ان شاء الله الفترة اللي جاية تعجبكم.